في مثل مصري بيقول: رُحت لمرات ابني وقُلت لها: اوعي من جنبه، مالِك كده لازقة فيه. ورُحت بقى لبنتي وقُلت لها: خليكِ جنب جوزِك دفّيه. وهنا بتبان المرأة المصرية في غيرتها على ابنها. أحيانًا العربية على فكرة، وأحيانًا أو نادرًا ما بتبقى المرأة الأجنبية. هي المرأة المصرية بتنسى إن دي سُنّة الحياة، بتنسى إن هي برضه خدت حد من أمه قبل كده. وليه يحسبوها كده؟ طبعًا الموضوع ده موجود في الأوساط الشعبية وفي الريفية، لكن في الطبقة المتوسطة مش موجود، لإن معظم الناس خلاص لها حياتها، والأجيال الجديدة ما بتفكّرش بالطريقة دي. طبعًا الأوساط الراقية نادرًا جدًا ما يكون فيها موجود الموضوع ده. بيحطّوا الراجل في موقف وِحِش جدًا، جدًا. فلازم يكون هو رُمانة الميزان اللي يعدل بين الاتنين ويبعدهم عن بعض. واحدة بواحدة الأمور بتخف وبتهدى، وما يبيّنش أبدًا اهتمام قدّام أمه بمراته في الأول، لغاية ما غيرتها تهدى وتتعوّد إن دي حاجة طبيعية جدًا، جدًا. وأنا باتكلّم هنا عن المرأة اللي بتفكّر تفكير غلط، دي مش حاجة صح أبدًا. ومع الوقت الأمور هتهدى، وهتلاقي إن الدنيا بتبقى كويسة، ومين عالم ما يمكن يتصاحبوا ويتفقوا عليه. تحياتي ليكم.